هل أي موظف يقدر يسيب شغله ويطلع معاش مبكر ولا القانون حط شروط محددة لازم تتوافر الأول؟ النهاردة نبدأ شرح البند السادس من المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والخاص بالمعاش المبكر. وينص البند السادس على استحقاق المعاش في حالة انتهاء خدمة أو عمل المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، وهي الحالة التي يطلق عليها المعاش المبكر، وذلك بالشروط التي حددها القانون. ببساطة المعاش المبكر مش معناه إن أي شخص يقرر يترك عمله يبقى من حقه يحصل على معاش، لأن القانون وضع شروط ولا بد من توافرها جميعا. ولأن البند السادس من المادة 21 من البنود الدسمة وبيضم أكثر من شرط، هنقسم شرحه على عدة حلقات بشكل مبسط ومن غير ما نخلط المعلومات على بعض. وأول شرط من هذه الشروط هو أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش الذي حدده القانون. طيب أول شرط ده معناه إيه؟ بالبلدي كده القانون مش عايزك تخرج على المعاش المبكر وبعد كده تكتشف إن المعاش اللي هتاخده ضعيف وما يكفيش احتياجاتك بسبب قرار أنت أخدته غير مدروس. عشان كده القانون وفر لك حماية ووضع لك شرط إن لازم قيمة المعاش لا تقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وألا تقل أيضا عن الحد الأدنى للمعاش الذي حدده القانون وهو 1755 جنيه، اللي هي ما تكفيش حاجة، بس احنا دي مواد القانون واحنا بنشرحها. طيب ايه المقصود بأجر أو دخل التسوية وطريقة حسابه وكذلك كيفية تحديد الحد الأدنى للمعاش؟ دي لها شرح خاص وهنشرحها بإذن الله بالتفصيل لما نوصل للمادة 24 من القانون. إذا ترك العمل وحده لا يكفي لاستحقاق المعاش المبكر. والسؤال هنا كم سنة اشتراك لازم تكون عندك عشان تستحق المعاش المبكر؟ هل يشترط القانون 15 سنة أم مدة أكبر من كده؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة واحنا بنكمل شرح البند السادس من المادة 21 من القانون. لو شايف ان المعلومة دي ممكن تفيد غيرك شارك الحلقة عشان يوصل الوعي لكل صاحب حق. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، تقبلوا تحياتي الجورنالجي علاء الدين رشاد.